حكيمي اوعى تزعل. حكيمي نجم المنتخب المغربي الاول. صحيح. الاول. وتحمل مسؤوليه انه ياخد ضربه جزاء عادي. كله بيضيع ضربه جزاء. اكيد. بلاتيني، مارادونا، كله. وقدم مجهود كبير. الجبهه اليمين دي واخدها زي القطر، شمال رايح طالع رايح طالع. فعادي ممكن في بعض الاحيان بتحصل. انا لو مسؤول في الكره المغربيه اول قرار لازم اخده ادعم المجموعه دي وادعم وليد المدرب. المجموعه دي لا ينقصها سوى مهاجم كويس يقدر يترجم الفرص، وثمانية مختلف، رقم 8 مختلف في نص الملعب يقدر يكمل الادوار بتاع أناحي ومرابط، وهتبقى منتخب زي قوي وزي الفل. خلي بالك البطوله الجايه على ملعبكم، مالكوش حجه. البطوله الجايه الظروف هتبقى احسن على ملعبكم، والمنتخب ده خد درس قاسي في هذه البطوله، هيتعلم منه وهيبقى من اقوى المرشحين. فبلاش الاجواء الدراميه. المنتخبات الثانيه العربيه عندها مشاكل كتير قوي، انتوا لا، انتوا ما عندكوش الا واحد مهاجم يقدر يترجم الفرص، وواحد 8 في نص الملعب مختلف. غير كده الفريق ده هيكسر الدنيا. فعلى اهدوا. طبعا التجربه قاسيه والخروج قاسي، انما ما عندكوش مشاكل بعكس المنتخبات الثانيه. المنتخبات العربيه بمنتخبنا عنده مشاكل كتير قوي في المنظومه في كله. تونس عنده مشاكل كتير، الجزائر عنده مشاكل كتير، انتوا لا. فحافظوا على الاستقرار وحافظوا على الولاد، مش تبقى في الحلوه معاهم صحيح. وفي المره هذا ما قلنا. وفي المره قطع، لا.